ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض البتنجان المخلل. ويعتبر البتنجان المخلل من الاكلات الشعبيه اللي بتفتح النفس كده وبتحل اي اكل. النهارده هوريكم طريقه سهله وبسيطه جدا وهيطلع معاكي تحفه. بس ما تنسوش حبايبي الاشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. يلا نبدأ كده الوصفه بتاعتنا ونشوف الطريقه. معايا كيلو من البتنجان العروس، غسلته كويس. هنبدأ دلوقتي نشيل الجزء الأخضر اللي من فوق كده بالشكل ده من غير ما نستخدم سكينة. ببدأ إن أنا أشيله عشان ما يشربش معايا مية وأنا بسلقه. تمام. هشيل الكمية كلها بالشكل ده، بيطلع سهل خالص مفيهوش أي حاجة. لما بقطعه بالسكينة بيشرب بعد كده مية وبيبقى كله مية بعد كده. طبعا حاطين المية على النار عشان تغلي معانا واحنا بننضف البتنجان. شايفين شكله بعد ما خلصناه؟ هناخده بقى كده نحطه في المية المغلية، ننزل بيه بالراحة كده واحدة واحدة. هنسيبه كده لحد ما يتسلق ولونه يتغير. على بال ما لونه يتغير ويستوي هنبدأ نعمل التتبيلة بتاعتنا. انا معايا هنا فلفل رومي اخضر واحمر، ده كان نص كيلو. هبدأ انزله في الكبة وهحط عليهم ربع كوباية من الخل وربع كوباية من عصير الليمون. وهاجي بقى طماطميتين كده بالشكل ده، انا مش بكتر الطماطم. وبعد كده التوابل اللي معايا كمون، توم، معلقة كبيرة، ملح، كزبرة ناشفة. هبدأ احطهم في الكبة ونبدأ بعد كده ان احنا نفرمهم وننعمهم كويس جدا. بعد ما نعمتهم كويس جدا بالشكل ده، ريحتها تحفة وحلوة جدا وبقت ناعمة معايا. نبدأ دلوقتي طلعنا البتنجان بعد ما اتسلق بالشكل ده. هبدأ اجيب علبة تلاجة وهبدأ ارصه كده. البتنجان المخلل تقدري تحفظيه لوقت طويل، بيقعد معاكي في التلاجة وبياخد من طعم التتبيلة كل ما بيقعد وبيبقى طعمه حلو جدا. هنبدأ بالمعلقة او بالسكينة بالراحة خالص كده وبنفتح البتنجان بالشكل ده. مش شارب معايا طبعا مية ولا اي حاجة عشان ما فتحناهوش واحنا بنسلقه. بعد ما هفتحه هبدأ كده اجيب التتبيلة وهبدأ احط التتبيلة في قلب البتنجان بالمعلقة كده. وببدأ انزل في قلب البتنجان كده بجزء من التتبيلة اللي عندي. وبعد ما بعمل اول طبقة كده ببدأ ارص فوقيها باقي الكمية بنفس الطريقة. سهل جدا وبيبقى حلو جنب اكلات كتير. شايفين بيتفتح معايا سهل جدا ازاي؟ انا كنت بشتغل فيه وهو سخن برضو عشان ياخد من التتبيلة، ما بستناش عليه لما يبرد. وفي قلبه كده وبحط التتبيلة جزء كويس. هبدأ انزل بعد كده باخر شوية عندي من التتبيلة، مش هسيبهم، هحطهم كده. كده خلصنا البتنجان، هبدأ اغطيه
واحطه في التلاجة، وبعد كده هطلع منه زي ما انا عايزة. هبدأ احطه كده برضو في طبق، تقدميه بالشكل اللي انت حباه. وانا كنت قالية شوية فلفل كده شطة، بيبقى حلو جدا مع البتنجان. بنبدأ نقدم طبقنا. ده كان طبقنا النهاردة، اتمنى ان هو يكون عجبكم. لو عجبكم بقى ما تنسوش لايك للفيديو. استنوني في وصفة جديدة من اطباق ووصفات مع دودو. باي باي.